المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: الرئيس السياسي أفورقي يلتقي نائب قائد القوات البحرية الروسية. مسح استكشافي عن الخدمات الصحية في إقليم عنصر. دورة تدريبية في التوثيق وحفظ السجلات في الإقليم الأوسط. قارة جوية إسرائيلية استهدفت قنصلية طهران في دمشق. وكوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. وسيول تفرض عقوبات على شركات وسفن وأفراد روس. أهلا بكم مشاهدينا. التقى الرئيس السياسي أفورقي اليوم 2 من أبريل بنائب قائد القوات البحرية الروسية الأدميرال فلاديمير كاساتونوف في مدينة مصوع. وبعد الاجتماع أو يعد الاجتماع استمرارا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في سان بطرسبرغ في نهاية يوليو الماضي، وخلق بيئة مريحة للتعاون والتشاور في العلاقات القائمة بين إريتريا وروسيا في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والثروة البحرية والدفاع والأمن وغيره. وتناول اللقاء إمكانية مساهمة روسيا الاتحادية في تدعيم جهود دول وشعوب منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لضمان السلام والاستقرار. حضر اللقاء من جانب إريتريا قائد هيئة الأركان العامة الفريق فيليبوس والديوهانس، وقائد القوات الجوية اللواء تخلاي هبتسلاسي، وقائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياء، وقائد هيئة أركان القوات البحرية العقيد ملاكي تخل مريم، ومفوض الثقافة والرياض السفير زمد تخلي، ومن الجانب الروسي السفير لدى إريتريا إيغور موزغون وآخرون. في غضون ذلك قام رئيس السياسة أفورقي برفقة نائب قائد القوات البحرية الروسية وكبار قادة قوات الدفاع الإريترية وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة ومفوض الثقافة والرياض السفير زمد تخلي، قاموا بجولة تفقدية في السفينة العسكرية الروسية التي تقوم بزيارة ميناء مصوع من 28 من مارس الماضي، وقدم له شرح من قادة وضباط السفينة. وفي إطار برنامج الذكرى 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إريتريا وروسيا الاتحادية، وعلى شرف السفينة العسكرية الروسية التي تزور ميناء مصوع، نظمت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر ومفوضية الثقافة والرياضة حفل موسيقي مساء يوم أمس 1 من أبريل. أفاد مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة أن المسح الذي جرى عام 2023 على المستخدمين لمعرفة أوضاع الخدمات الصحية في منطقة أو في إقليم عنسبة سيسهم بدور هام في تطوير القطاع. وأوضح مسؤول وحدة الخدمات الصحية السيد تسفى ميكائيل هايلي لوكالة الرنا أن 57% من المشاركين في المسح الاستطلاعي الذي جرى لأول مرة على مستوى الإقليم، وساهم أيضا في التعرف على التحديات والمصاعب أثناء العمل. وقال إن الخدمات الطبية هي من الشعب وإلى الشعب، مضيفا أنه سيتم بذل جهود جادة هذا العام للقيام بأنشطة تركز على الشعب. وحول توسيع المرافق الصحية أوضح تواصل الجهود لضمان حصول السكان على الخدمات في نطاق 10 كيلومترات. وقد أكدت الدراسة التي أجريت حصول 68% من المواطنين على الخدمات الصحية على بعد مسيرة ساعة واحدة. وذكر بأن وزارة الصحة فتحت مكاتب الصحية في 9 مديريات في إقليم عنسبة تسهم في مكافحة الأمراض والأوبئة ونشر المعلومات الآنية والتوعية الصحية، مؤكدا على أن تقديم خدمات جيدة ومستدامة من الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة، مضيفا أن وزارة الصحة فتحت مكاتب صحية في 9 مناطق فرعية بإقليم عنسبة. ودعا المواطنين إلى الاستفادة الجيدة من الخدمات التي أرسيت في مناطقهم وتعزيز المساهمة في تصحيح القصور وسد النواقص. نظمت إدارة الإقليم الأوسط دورة تدريبية ل180 موظفا في حفظ السجلات وإدارة الوثائق بالتعاون مع مركز البحوث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وأوضح مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية سيد برخت الدسيف في مراسم التخريج في 2 من أبريل أن التدريب نظم لتعزيز قدرات ومعرفة موظفي السجلات وضمان الإدارة السليمة للحفاظ على الوثائق والسجلات وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية. وذكر المدير العام للإدارة المالية
السيد قالتا أن إدارة الإقليم تعمل بشكل جدي على توسيع نطاق التدريب ليشمل جميع المستويات والهيئات. ودعت مسؤولة مركز البحوث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية السيدة أزيب تولتيه إلى القيام بمنح الأولوية لإجراء مسح للتعرف على أوضاع الوثائق، مؤكدة إجراء التعاون اللازم بخصوص ذلك. وأفاد المتدربون أن التدريب ساعدهم على تطوير مهاراتهم في التعامل مع الوثائق. وناشد حاكم الإقليم الأوسط السيد السهاي هايلي المتدربين على إرفاق المعرفة المكتسبة بالعمل التطبيقي وإحداث تغيير على أرض الواقع. عقد قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبسو تصفى سمينارا تنويريا عن القانون في 30 من مارس المنصرم لطلاب مدرسة حقات الزراعية الفنية لتعزيز دورهم في مكافحة الجريمة. وشرح أهداف ومهام الشرطة، وقال أن وعي المجتمع عامة والطلاب والشباب خاصة ضروري لتحقيق ذلك. وقدم توضيحا حول أهمية معرفة الطلاب بالقانون ودور ومساهمة الشرطة الأهلية في مكافحة الجريمة ومكافحة الجريمة والمخالفات واستئصال العادات الضارة وغيرها. من جانبه أوضح مسؤول التحقيقات الجنائية في شرطة إقليم عنسبة الرائد تسفهني أن المحاضرة المقدمة لها أهمية كبيرة باعتبار أن طلاب مدرسة حقات الزراعية الفنية قادمون من مختلف أقاليم البلاد، داعيا لتطبيق الإرشادات المقدمة ونقلها إلى الآخرين. وذكر بالأرقام القضايا المسجلة في العام 2023 حيث تم تسجيل مصرع 19 مواطنا بالحوادث الطبيعية ومصرع 8 مواطنين بالحوادث المرورية وتدمير ممتلكات قدرت بأكثر من 10 ملايين نافة، وزيادة تسليم الممتلكات الضائعة إلى مراكز الشرطة بنسبة 58%. وأكد طلاب ومعلمو مدرسة حقات الزراعية الفنية على الاستعداد لمكافحة الجريمة والمخالفات. تم تكريم 27 طالبا متفوقا في مديرية لوجو عنسبة حققوا نتائج عالية في امتحانات الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2023-2022، وذلك بتعاون مدرسة دعر المتوسطة والثانوية والاتحاد الوطني للمرأة في المديرية. وقال مدير مدرسة دعر والأستاذ دانيال تخليت أن الهدف من التشجيع المالي والمعنوي هو خلق دافع لدى الطلاب لمواصلة التفوق التعليمي وترسيخ روح المنافسة. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة قبل سلاسي أن تشجيع المتفوقين له تأثير كبير، وأن الاتحاد يعمل على ذلك منذ فترة طويلة. من جانبه أشاد مسؤول التعليم في مديرية لوجو عنسبة الأستاذ طه برهاني بالمبادرة، مشيرا إلى أن تكريم المعلمين أيضا سيسهم في إحداث تغيير نوعي في العملية التعليمية. وشهد حفل التكريم فعاليات فنية وثقافية. ودعا مدير مديرية لوجو عنسبة السيد إبراهيم حقوس وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد برهان طقاي دعوا لمواصلة التشجيع في جميع المدارس. من جهة أخرى قدم دعم بالأدوات لمركز مقرقة الصحي والمساعدات المالية والعينية من قرى ليبان وحبلة وقران الخادو وديدا ودك شحاي ودبري ومغركة ل 32 أسرة شهيد. يقوم سكان ضاحية ملاد مانتا في مديرية عرزة ببناء فصول دراسية إضافية بالتعاون مع وحدات قوات الدفاع لحل النقص في الفصول الدراسية في المدرسة الابتدائية. وذكرت إدارة المدرسة أن الفصول الدراسية ستخفف من ضيق الفصول الدراسية والناجم عن ازدياد عدد الطلاب. وتوجد مدرسة ملاد مانتا الابتدائية على بعد حوالي 4 كيلومترات شمال بلدة مايدما، وتقدم الخدمات التعليمية ل 616 طالبا. على الصعيد نفسه تم بناء فصول دراسية إضافية في مدرسة ماي الدماء الابتدائية بتكلفة أكثر من 400 ألف نقطة بتعاون السكان وأعضاء قوات الدفاع. مشاهدينا، أشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الحرس الثوري الإيراني أن القارة الإسرائيلية التي استهدفت المبنى التابع للسفارة الإيرانية في دمشق قتلت 7 عسكريين إيرانيين. وفي بيان له أكد الحرس الثوري مقتل العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، إضافة إلى 5 مستشارين عسكريين. وقالت وسائل إعلام إيرانية أن الاستهداف حدث أثناء اجتماع مع قيادات الجهاد، بينما رجحت وسائل إعلام عبرية وجود شخصيات أو قيادات بارزة من الحرس الثوري
الإيراني داخل المبنى. وأكد السفير الإيراني أن طائرات F-35 الإسرائيلية استهدفت المبنى ب6 صواريخ، مؤكدا على أن الرد سيكون قاسيا. ونفذت إسرائيل مئات الغارات على أهداف داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا في السنوات الأخيرة. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. بدورها أعلنت طوكيو أن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا، مشيرة إلى أن خفر السواحل اليابانية يرجحون أن يكون هذا الصاروخ قد سقط في البحر بحسب ما أفادت وكالة كيودو للأنباء. وفي سيول قالت هيئة الأركان المشتركة أنها تحلل مدى الصاروخ الكوري الشمالي وقدرات أخرى. وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعد أقل من أسبوعين من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار ناجح لمحرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ متوسط المدى فرط صوتي من نوع جديد. فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على شخصين روسيين وشركتيهما بسبب التورط في الإرسال غير القانوني لعمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين إلى الخارج لمساعدتهم على كسب العملة الصعبة لتطوير أسلحة بيونغ يانغ. وفرضت كوريا الجنوبية أيضا عقوبات على سفينتين روسيتين بسبب التورط في شحن حاويات الإمدادات العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ وفقا لوزارة الخارجية. وذكرت الوزارة أن الإسكندر فيودروفيتش بانفيلوف وشركته متورطان في مساعدة العمال الكوريين الشماليين بشكل غير قانوني على الدخول إلى روسيا والإقامة فيها. لقي 5 أشخاص حتفهم جراء سقوط أشجار خلال عاصفة عاتية في بولندا. وصرح متحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية لوكالة الأنباء البولندية PAP بأن 3 أشخاص لقوا حتفهم في بلدة رابكا زردوري في جنوب البلاد. وبسبب هبوب الرياح العاتية اضطرت فرق الإطفاء في منطقة جنوب بولندا إلى الانتقال إلى أكثر من 140 مهمة طارئة. وكانت العديد من الطرق مغلقة بسبب سقوط الأشجار. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. رئيس السياسة الفوقي يلتقي نائب قائد القوات البحرية الروسية. مسح لاستكشاف الخدمات الصحية في إقليم عنسبة. دورة تدريبية في التوثيق وحفظ السجلات في الإقليم الأوسط. طائرة جوية إسرائيلية استهدفت قنصلية طهران في دمشق. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. وسيول تفرض عقوبات على شركات وسفن وأفراد روس. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.